القهوة السعودية بمقادير موزونة. راح اسوي مقدار 1 لتر موية، راح يقابلها 50 جرام قهوة و16 حبة هيل و8 حبات قرنفل وشوية زعفران. بالنسبة لتحميصة القهوة، إذا كنت تبي نكهة القهوة تكون واضحة يفضل تكون الحمصة من وسط إلى غامقة. هذه اللي قدامكم حمصة غامقة. بالنسبة لطحنة القهوة تكون متوسطة أو مجروشة. يفضل إنك ما تطحن كميات كبيرة، يعني تطحن حق 3 أيام أو كل يوم بيومه. نوزن الحين 50 جرام قهوة، واللي ما عنده ميزان راح نوزن في بيالة بادريق مقابل لتر موية. هذه الآن عندي 50 جرام قهوة. الحين نوزن 1 لتر موية، أو إذا ما عندك ميزان علبة أبو ريال إذا كانت 500 ملي خذ 2 منها ويطلع لك لتر موية. الحين نحط البراد على النار، وإذا بدأت تغلي الموية نحط البن. بعد ما غلت الموية نحط القهوة، ونحط الحين معاها شوية زعفران، ونخلي النار متوسطة ونخليها تطبخ لمدة 10 دقائق بس. على بال ما تطبخ القهوة نحط الحين 16 حبة هيل 8 حبات قرنفل ونطحنها. بعد ما طحنا الهيل والقرنفل الحين نحطها في الدلة. طبعا كيف تعرف ان القهوة خلصت؟ اذا سمعت صوت القهوة صار ثقيل، صار غليان القهوة ثقيل، معناته ان القهوة خلصت. فعشان كذا احنا قدرناها ل10 دقائق. بعد 10 دقائق خلاص الحين ننزل القهوة. مهم جدا ان نخلي القهوة تركد لمدة دقيقتين عشان ينزل البن لأسفل الدلة. طبعا مهمة الحركة هذه عشان ما ينزل البن في أسفل الفنجان. بعد ما خليناها دقيقتين الحين نصبها في الدلة الثانية. الحين نرجعها على النار ونخليها تقلب لمدة 30 ثانية مع الهيل والقرنفل. طبعا الخطوة هذه بس إذا كان عندك دلة. والحين قهوتنا جاهزة. بسم الله.